هل الكيس بتاعتك بتتحول لفرن وانت بتلعب؟ الفريمات بتقع منك فجأة وانت بتلعب وفي نص الفايت؟ في الفيديو ده انا جايب لكم الحل السحري واللي حرفيا هيجمد الكيس بتاعتك، وده هو البي كوايت بيور روك ال اكس 3. حرفيا افضل مبرد هوائي اقتصادي للمعالج انا شفته في حياتي. فكمل الفيديو معايا للاخر عشان تشوف تجارب الجهاز ده، لانه حرفيا هيفرق معاك جدا. وهتلاقي لينك الشراء تحت في الوصف وفي الكومنت المثبت. ولو انت مش لاقيه في مصر ممكن تكلمني انا تشتريه مني، انا ما عنديش اي مشكله خالص. كلمني على الانستجرام لو حابب تشتريه مني. يلا بينا بقى نشوف الوحش ده بيقول ايه. المبرد ده تصميمه شيك جدا، بيجي بمروحه بتدعم اضاءه الاي ار جي بي عشان تخلي شكل التجميع بتاعتك جامد جدا. بس بصراحه كده في لقطه كوميديه كده حصلت وانا بركب الكولر يعني، وانا كنت بجهز للريفيو ده. البورده بتاعتي للاسف طلعت ما بتدعمش مدخل الاي ار جي بي، فمع الاسف ما عرفتش انوره في الفيديو قدامكم، بس هتلاقوني اعرض لكم صور بشكله وهو منور. هو شكله عالمي حرفيا، بجد عالمي. الاضاءه بتاعته مجنونه، بتاخد شكل الكيس في حته تانية خالص. لا احنا كده قلبنا تامر الجيار بقى. الصراحه كده سيبكم من الشكل، احنا في قناه تكنو هاردوير بنعتمد على الاداء. اديني في الاداء. احنا حطينا البيور روك 3 ال اكس تحت اختبار حقيقي والنتائج كانت مرعبه. اول حاجه جربناها على لعبه روكيت ليج وشغلناها على اعلى الجرافيكس. اول حاجه لما شفنا حراره المعالج بالكولر الاساسي اللي بيجي مع المعالج اللي هو الستوك نفسه، حراره المعالج وصلت ل 68 درجه. بس اول ما ركبنا البيور روك 3 ال اكس الحراره نزلت ل 55 درجه. انتوا متخيلين الرقم؟ احنا بنتكلم في فرق 13 درجه كاملين، وده حرفيا فرق كبير جدا 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 بالنسبه لكولر اقتصادي، لان الفرق ده هو اللي بيخلي المعالج يتنفس ويديك اقوى اداء عنده، ومن غير ما الفريمات تقع فجاه وتخسرك الجيم. وعشان نتاكد ان ده مش مجرد حظ، جربنا الكولر برضو على لعبه التاكسي سيميوليتر، وبالكولر الاساسي برضو بتاع المعالج جاب 63 درجه. بس بالوحش بتاعنا البيور روك 3 ال اكس حراره المعالج كانت مستقره تماما وما عدتش ال 58 درجه. ارقام فعلا بتثبت ان ده مش مجرد مبرد، ده وحش فعلا. والاجمد بقى من الارقام دي كلها انك هتاخد التبريد الجبار ده كله في هدوء تام. حرفيا مش هتسمع اي دوشه او حتى طياره شغاله جوه الجهاز حتى وانت طاحن المعالج 100%. ضيف على كده بقى الانابيب النحاس بتاعته بتنقل الحراره بسرعه جدا، وجوده تصنيعه ممتازه تعيش معاك سنين. انت بتتكلم جيرمان انجينيرنج يا باشا، يعني مش هقول اكتر من كده. وتركيبه كمان سهل جدا ومش هتتعقد في حاجه، وكمان معاك المانيوال. الخلاصه مفيش اي عذر يخليك تكمل بالمبرد المعفن اللي بيجي مع المعالج ده، وطور البيور روك 3 ال اكس عشان تاخد اداء افضل وتخلي المعالج بتاعك يديك اقصى اداء عنده. وانت بقى لو الفيديو ده فادك انزل دلوقتي حالا نعمل لايك ووصلوا الفيديو ده ل 500 لايك عشان اعرف فعلا الفيديوهات دي بتعجبكم، واشترك في القناه عشان نوصل ل 35,000 اخ واخت قريب. وبس كده، اشوفكم في فيديو جديد. يلا سلام.